اهلا وسهلا في درب الاخبار وكواليس النادي الاهلي ونادي الزمالك والمنتخب المصري. زلزال في النادي الاهلي، الاعلان عن حسين عتمون خلال ساعات. انهى النادي الاهلي اتفاق شبه رسمي مع المدير الفني المغربي حسين عتمون لقياده المنظور الاحمر في تجربه فنيه على طريق موسوماني. التقارير بتاكد ان الاعلان هيكون خلال 48 ساعه قادمه في انفراجه في بيضاء في الزمالك. الفيفا تؤكد وتحل الستار رسميا على قضية الإنذار الباكي ورفع العقوبة التأديبية عن الزمالك، وده خطوة ممتازة. دي هتكون لنادي الزمالك الحصول على الرخصة الإفريقية. محمد عواد الحارس نادي الزمالك بيرحب بالتجديد عقده مع القلعة البيضاء، وبيستنى الجلسة الرسمية مع إدارة نادي الزمالك لإنهاء الرشاقات الأخيرة. صفارة مصرية في المونديال. الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن اختيار طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الكابتن أمين عمر لقيادة مباراة كوريا الجنوبية والتشيك في المونديال.